أول شيء شكرا لك. ثاني شيء أبغى أسألك الحين، أنا أقول لك عن اللي فيني ولا عن اللي في أهلي؟ إحنا من 7 سنين أو من 8 سنين إحنا تعبانين. جو خالاتي وجدتي أمي قالت لأمي لا تزوجين بناتك أبدا، مهما صار لا تزوجينهن، حتى لو يجونهم خطاب لا تزوجين. من اللي قاله؟ جدتي وخالاتي. جدتك أمك؟ أيوة، وخالاتي. وخالاتك يقولون لأمك أنت، يقولون لا تزوجين بناتك؟ إيه. متى قالت له؟ متى قالوه؟ من 7 سنين أو 8 سنين. قالت أمي الرزق بيد الله. قالت أمي الرزق بيد الله، إذا جانا أحد ما راح نرفضه. تمام؟ أمي خذتها خلاص بالعناد، وأمي أصلا كانت دين شوي عندها، يعني صلاة لا، هي وأبوي. المهم إنهم زوجوا أختي. أول ما ملكت أختي كلنا انضربنا، كل أبونا. الحين أقول لك من أكبر واحد فينا إلى الحفيد آخر واحد، كلنا تعبانين، كلنا توحد، عقم، تكيسات، وكله يضرب المخ والظهر، المخ والظهر. يعني أنا عندي دحين 2 من إخواني كذا ناموا وصحيوا هم مهابيل فعليا. أقول لك واحدة عمرها 23 والثاني عمرها 19 سنة، غير اللي الحين الصغير عمره 6 سنوات في توحد. طيب كذا فجأة ينامون يصحون هم متبدل الحال لهم. تمام؟ غيرنا احنا يا البنات كلنا عقم. طيب كانوا يقولون لأمي لما تحمل تعالي عندنا. في خلال السنوات هذه أمي لما كانت تروح لهم يوم واحد ينزل الحمل منها على طول، ما تنظفه. طيب من اللي يقول لها تعالي عندنا؟ خالاتي، وكانت تسمع لهن وتطيع وتروح لهن. خواتها يقولوا لها تعالي، وأمها يقولوا لها تعالي، وبعدين تتأذى. إيه، تخيل ينزل الحمل وهي تكون تعبانة، يعني ما تقدر تشيل ولا شيء، يقول لها اطلعي خلاص احنا ننظف. طيب وينظفن 3 مرات تحمل وتسقط وهن اللي ينظفنها، مو هي. تمام؟ آخر مرة ملابسها بقت لأنها تعبت ودخلت المستشفى بنزيف. إحنا كلنا تعبانين، كل أبونا تعبانين، من أكبر واحد لأصغر واحد. اسمعي ابشري، أنا معك، ما راح تقفلين. خواتها هذول اللي يقولوا لها شقيقات ولا من الأب؟ شقيقات من الأم والأب. أصلا جدي مو متزوج إلا واحدة، ويعني حتى دحين لما نروح لها عشان بس يعني ما يصير في قطع أرحام وزي كذا، يمدون علينا الموية، يمدون علينا أي شيء ناكله. أنا صرت ما آكل، صرت ما أشرب. أنا ماني جوعانة ولاني برا، ماني جوعانة ولاني عطشانة، ولكن إحنا فينا شيء. أنا ما كلمتك إلا أن تخيل رجلي اليمين أقوم أطع عليها من السرير أنا قادرة أطع. طيب أقوم من الكرسي أنا قادرة أطع، خلاص أمشي خطوتين أبعد عن كل اللي حواليني رجلي تصير كأنها لحمة، أطيح في الأرض. ودايم طيحاتي تكون عند باب الحمام، دايم يكون عند باب الغرفة، بعض الأحيان أطيح في الحوش ما حد يدري عني. أبوي طاح في الحوش تقريبا 2 ساعة ما حد درى عنه، والله العظيم اقسم بالله. انت بتقول لي الحين اقري وبتشمين ريحه مدري وشو، انا اقول لك اخواني الحين اللي اقول لك انهم هم تعبانين اساسا فيهم، شلون اقول لك، في شيء يمسكهم. المساكين يسوونها على انفسهم، يحسبون انهم هم ما يقدرون يروحون الحمام، ولكن لما تكون جالس عندهم وتقرا عليهم يقومون يصرخون ويصيحون. اخوي صغير وتشوف بنيته مره صغيره، طيب مره ضعيف، والله العظيم انت تجيه قوة انه يمسك التلفزيون ويضربه في الجدار. لين قال ابوي خلاص لا تقرون عليهم، خلوهم زي ما هم، يكفيهم ما جاهم وتعبهم، خلاص احنا ما نبغى نقرا عليهم. احنا دحين صرنا احنا يا الكبار تتفتح جروح. انا ما اللي خلاني اكلمك اني انا دحين المرض جايني انا واخوي الكبير. اخوي الكبير شوي ويفقد عقله، وأنا أذكر قد كلمت واحد قال لي أنا ما أقدر أجي أعالجك، لا أنت ولا أي أحد من إخوانك، لكن أنا بقول لك وش اللي بيصير فيكم. قلت له قول، أبغى أعرف إيش فينا إحنا. قال كلكم عقولكم بتطير، كلكم بلا استثناء عقولكم كلكم بتطير، يمكن بيبقى منكم 2 بس يشوفون، ولكن البقية كل أبوكم كلكم عقولكم راح تروح. الحين أنا أشوف أخوي هو في مكة ويدرس في مكة وما يسيب الصلاة ولا يسيب ولا شيء، ولكن عقله تعبان تعبان تعبان. متزوج ولكن امرته قالت له اطلع برا البيت، انت اساسا واحد مجنون، انت مو صاحي. ولو ان اشوفه بقول لك حاجة، احنا ال4 كلنا دكاترة،
يعني شلون إحنا مجانين وطلعنا دكاترة؟ شلون إحنا مريضين نفسيا وطلعنا دكاترة؟ إحنا كلنا دكاترة. ولو أعطيك إحنا كل واحد وين منا بتعرف. يعني أنا أحلامي حتى تجيني أحلام أقسم بالله إنها تشي بالراس. قولي عادي، قولي وين أنتوا كذا اللي تبغى تقولين قوليه. المشكلة واحد من عماني يدعمك وكل ليلة موجود، بس ما حد يدري عن حالنا. إحنا لما يجون الناس نضحك ونسولف ونطلع وعادي، وكلهم مستغربين أنتوا ليش ما حد منكم الحين تزوج. أقول لك خواتي الثنتين تطلقوا، طيب واحدة من خواتي بنتها فيها توحد، كلهم يضربهم كذا فجأة يجيهم ينامون يصحون البنت ما تضحك ما تسولف ولا شيء. ايش شفتي يا بنتي؟ ايش فيه؟ تقرأ عليها مدري ايش، تزيد يتركونهم على ما هم عليه خلاص. فهمت؟ انا احلم في جدار مليان نمل ودايم احلم. هذا وينه؟ ما اعرفه. ترى كلنا نحلم بس ما نقول. احنا فينا نفور، فينا يعني شلون اقول لك نتهاوش على الحبة. والله العظيم لو وش أبوي يهاوش إذا النملة مشت في البيت، يقول لأمي ليش النملة هذه ماشية في البيت؟ بيتك وسخ. وهو نمل عادي، بيجي النمل بس هو كذا يفصل فجأة. دايم أتحلم في شخص أنا أشتغل معاه بعد. طيب يجي يعطيني قبل الحلم خليني أسألك، أبشري ما راح أنزلك أبدا. أنت يا جدايل ها أو جديلة؟ لا جود. اسمعيني، أنت والأب والأم والأخوان كلكم في نفس البيت؟ ما اللي معك الآن أنت بنفس البيت اللي أنت فيه؟ أمي وأبوي وأخواني الصغار 2 وأختي. يعني كم العدد؟ 5. من اللي منكم مريض من ال5؟ 2 صغار. 2 صغار، كم أعمارهم؟ 23 19. 23 19. يدرسون ولا ما يدرسون؟ لا. أنتوا من التعليم ولا ما أنتوا؟ ثانوي ووقفوا. 2 ايوه. يبحثون عن وظائف ولا لا. يلبسون اللبس حقهم مهما كان وسخ ما هو وسخ، مرتب ما هو مرتب، يلبسونه ولا يعتنون في لبسهم الخارجي؟ لا هم اساسا يسوونها على انفسهم. الشغاله تقوم تنظف وراهم وتخليهم هم شغاله تقومهم تروح توديهم الحمام يلا تروشوا. طيب في احد غيركم انتم الاسره هذه، في غيركم احد من عائلتكم يعني مثلا عيال العمومه، عيال الخال، عيال الخاله، فيهم احد يعاني من نفس المشكله ولا انتم فقط؟ لا احنا فقط. احنا من بعد ما قالوا لا تزوجينهم امي اخذتها عناد. صرنا كلنا نقول لها ليتك ما زوجتينا، كنا عايشين كويسين، ليتك خليتينا نكبر عادي. يعني الحين انت متزوجه ولا لا؟ لا ماني متزوجه. كل واحد على فكره كل ما حد يجي يشوفني يقول احنا نشوفها بشكل البشع مو زي ما الام تشوف. شوفي كل الكلام اللي تقولينه وكل الكلام هذا الشخص اللي قالكم انتم بتنهبلون وتفقدون عقولكم، هذا نعطيك حطيه بين قوسين كذاب. هذا كذاب يتقي الله في نفسه. تدري ليش؟ من اللي يعلم الغيب؟ الله. انا راقي لي الان اكثر من 31 سنه. لو يجيني واحد الان ما قدرت احكم عليه انك انت بتنجن او ما تنجن او تشفى او ما تشفى. حتى لو رقيت عليه يسالني يقول بصير بخير، قلت ما ادري الله اعلم. وش اللي فيني؟ قلت ما ادري عنك الله اعلم. انا بقرا عليك. الشيوخ يقرون علينا. اسمعيني يرفضون. ما راح انزلك ابدا. وانا اقول لك ما تنزلين ابدا من القسط حتى ننتهي من الكلام. لازم الرساله هذه توصل. توصل عندك وتوصل عند غيرك من الناس اللي قاعدين يفترون على المسلمين وقاعدين يخوفونهم ويرعبونهم. انت شفت الاخت الكريمه اللي قبل شوي تقول انا لي شهر الان ما انام عشان وحده قالت لها انت فيك مس. ما حسبت حساب انها وحده في البيت، ما حسبت حساب انها ممكن تكون ضعيفه، ما تتقبل الكلمه هذه. يعني ما عندنا تعبير حنا الا زي بعض المفسرين الان يقول انت مجرمه، انت على ضلال، انت فاسقه، انت ارتكبتي فسق وفجور، روحي اتقي الله. ثم نزله كانه داخل له امام حرم. يا ابويا حنا في تفسير النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اتاكم من تعبرون الله فعبروا لهم على خير محمل، ان وقعت تقع على خير، او عوذوهم بسم الله من الشيطان ثم صرفوهم. قل له اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وروح في حالك بس، او انصحه بطريقه قلت وياه. ما في شيء اسمه ما اجيبها ورا التريلات، اجيبها ورا التريلات. ليش ما اجيبها؟ بدل ما ارعب خلق الله، بدل ما افضح بهم، بدل ما اسيء لهم، بدل ما ينتشر عنهم مقطع طول كل العالم تتناقله انه والله انت سيئه، اخوها يسمع، عمها يسمع، جدها يسمع، جماعتها يسمعون ويحكمون عليها بعد اغلب الناس عقولهم في ركبهم، مجرد يسمعون كلمه قالوا نعم انت سيئه.
احنا سمعنا البث البارح وكنت انت فيه وقالوا انت سيئه. انت الحين انت لا مهبوله ولا بطيخ، انت انسانه متعلمه وفاهمه، وانت تحت رحمه الله سبحانه وتعالى، تحت رعايه الله سبحانه وتعالى. طيب وين حنا عن كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ وش قال لنا الرسول عليه الصلاه والسلام؟ قال اقرأوا بالفاتحه فانها الشافيه والكافيه والراقيه وهي كنز من كنوز الجنه. والله ثم والله ان محمد عليه الصلاه والسلام لا ينطق عن الهوى، وان اللي يجي يقول لكم هذا الكلام انهم كلهم نصابين ما عندهم سالفه، يخافون الله في انفسهم. انت تصيرين بخير، اخوانك يصيرون بخير اذا تعلقتوا بالله سبحانه وتعالى ثم استمريتي بهذا الدعاء. اللهم يا حي يا قيوم بك استجير، بقوتك استجير، وبرحمتك استغيث. اللهم فاجرني واغثني في اخواني. اللهم فك رهاننا المرهونه من السحر وعقده، ومن الحسد واذاه وفسقه، ومن الانفس الخبيثه، ومن العين واذاها، ومن سائر الاسقام وسائر الامراض ما علمنا منها وما لم نعلم، ان الله بصير بالعباد. الا تشفون بمشيئه الله سبحانه وتعالى. ليش؟ الله سبحانه وتعالى قال فقل اني قريب اجيب دعوه الداعي اذا دعاني فليؤمنوا بي وليستجيبوا لي لعلهم يرشدون. ادعوني استجب لكم مباشرة. ما في شيء اسمه ما تشفى، ما في شيء اسمه والله انك تنهبل، ما في شيء اسمه كل العائلة احكم عليهم اسرة كاملة احطمكم اقول انتم تنجنون وتفقدون عقولكم. هذا اللي قال كل كلام هذا ما حد يدري الا انا. ما حد يدري الا انا، لاني انا رحت كلمت. انا اقول لك لما الرفض يتكلم مع امي رحت له وقلت له قل لي طيب وش اللي انت خلاك تجي وتشوفنا وفجأة كذا قمت نقزت وجيت بتمشي. واحد ثاني جاء نفس الشيء يبي قرأ مرة واحدة قال معليش حتى لو عطيتني فلوس أنا ما راح أرجع أقرأ عليكم ثاني وطلع. الله يستر عليه، الله يستر عليه. أنتوا اقرأوا على أنفسكم. تعرفين تقرأين سورة الفاتحة ولا ما تعرفين؟ أعرف أقرأ القرآن أنا وما أتركه أبدا، بس خلاص اسمعيني. طيب ركزي معي. أنت تبغى تصيرون بخير؟ إيه. اللهم من آذاهم. بس لا تقول لي أعطيهم أي زيت وأي لا تعطينهم زيت ولا اسمعي. أنا عارف وضعكم. لا تعطينهم زيت ولا تعطينهم مويه ولا تعطينهم بطيخ ولا تسوي لهم شيء. تعرفين تدعين ولا ما تعرفين؟ أعرف. الله سبحانه وتعالى وش قال؟ قال ادعوني استجب لكم، ما قال ادعوني على زيت زيتون او قال ادعوني على مويه. هذه الرقى اللي احنا قاعدين نسويها هذه اجتهادات ومعروفه من عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومن الاثر انه نشرب الماء عليه قران، نفعل كذا نفعل كذا. لكن اذا وجدت شخص ما يشرب الزيت ولا يقبل الزيت ولا يقبل يدهن، ولو دهنته ممكن يروح يتروش ويؤخره او يسوي مشكله في البيت، ايش الحل؟ اسمع كلام الله. الله سبحانه وتعالى وش يقول لي؟ قال ادعوني استجب لكم. اللهم اني دعوتك ووعدتني بالاجابه، اللهم انك امرتني بالدعاء ووعدتني بالاجابه، اللهم فاستجب. اللهم اني يا حي يا قيوم قد حل بي وحل باسرتي، حل باخواني وحل بوالدتي سوء لا نعلم. اللهم يا حي يا قيوم بك نستجير وبك نستغيث ولا علم لنا الا ما علمتنا. اللهم انزع ما في جسدي وفي جسد اخواني فلان وفلان ووالدتي، اللهم انزع من بيوتنا كل اذى. حاولي بجهد المستطاع انه انت اذا صار البيت ما في حد مثلا من هذول اللي يتاذون او تستطيعين تشغلين القران بطريقتك الخاصه، تشغلين سوره الزلزله او الصافات او سوره البقره لو يوم في الاسبوع مره واحده تشغلين القران في البيت. طيب ممكن سؤال؟ اسالي. الحين لو كان مثلا مربوط او شيء زي كذا وش الشيء اللي ممكن اسويه عشان ينفك؟ لان هي واحدة من خالات قالت لأمي انه بكرة احنا نجلس ونسمع سواليفك ونسمع انه عيالك يعني زي اللي ما راح يمشون او ما راح يتعدون خلاص. من أراد بنا سوءا، اللهم من أراد بنا سوءا وعقد لنا ونفث لنا ونفخ لنا وكاد لنا بالسحر، اللهم فرد سحرهم عليهم وأحب ما لديهم، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك. الله بسم الله الله أكبر على كل ساحر وساحرة، بسم الله الله أكبر على كل عاقد بالسحر وعاقدة، بسم الله الله أكبر على كل نافذ بالسحر ونافذة، الله أكبر على كل صائب بالعين ولم يذكر الله وصائبة، الله أكبر على كل حاسد وحاسدة، الله أكبر على كل عاشق من المس وعاشقه، الله أكبر على كل معتدي ومعتدية، الله أكبر على كل مؤذي ومؤذية، اللهم رد كيدهم في نحورهم وأرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم انصرنا عليهم نصرا مبينا. طيب بس حلمي هذا وخلاص بقفل. أنت مشكلتك أنا ودي آخذك الحين. الله يجعلك الجنة ووالدينك يا رب. الحين ما خليتيني أكمل لك الأشياء اللي مفيدة. حلمي 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 لأني والله لأنه دائما يتكرر علي. أنا بسمع حلمك وبسمع كل شيء وأنت مستعجل زاقطيني بزاقط كأنك راكبة إيش اسمها شيري ولا جلي.
طيب كمل خلاص. ما عاد بكمل، انت سكتيني. لا كمل. ولا اكمل، هات حلمك. الحين في شخص بيني وبينه شغل طيب، وبيني وبينه فلوس، يعني فلوس قوية نشتغل فيها مع بعض. دايم أتحلم إنه يعطيني كيس مليان شيبس بس حشرات. الشيبس هذا مو شلون أقول لك، مو شيبس اللي جوته، لا حشرات، وياخذ منه جندب أسود ويرميه بعيد ويعطيني الباقي. أنا أكله وأنا مبسوطة، وأشوف خواتي يضحكون مخدوعة. وثقتي فيها وأنت مخدوعة. اوكي شكرا لك. استودعتك الله. انت ما تبغين تسمعين نصائح ولا شيء؟ لا قل لي نصائحك تكفى، ترى من زمان انتظر. والله انا زعلان عليكم وانا خايف عليكم وحريص عليكم، لكن انت انا متاكد ان سيارتك علاج تكفى، لان والله العظيم انا متاكد ان سيارتك مازدا لون ازرق. طيب اعطني الحل. قلت لك انه انتم لا راح تنهبلون، انت حرقتي قلبي. في اعراض يعني انا رجولي ما اقدر اعطى عليها. بعض الاحيان اشم ريحه دم في خشمي كثير كثير كثير، وكلنا نشمها ترى. طيب وانا قلت لك استمري بالدعاء، واذا استطعتي تقرأين اخر سوره ياسين من عند وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم حتى اخرها، وعليك بالدعاء. سمعتيني ايش قلت قبل شوي؟ تمام اوكي شكرا لك.